هذا الدعاء العظيم: اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فارق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغنني من الفقر. هذا دعاء حقيقة هو من أسباب ذهاب الدين عنك. هذا الدين ذكر الشراح بأنه يشمل ديون الآدميين ويشمل ديون الله عز وجل، فدين الله أحق بالوفاء، فأنت عليك ديون لله عز وجل، فتحتاج إلى أداء وقضاء. صلواتك المفروضة، صيامك الفريضة، أداؤك العبادات، فتحتاج إلى إعانة. هذا الدعاء ذكر بعض أهل العلم أنه يعطيك النشاط والقوة من دعاه مخلصا من قلبه، ولهذا يعتبر من أدعية الغنى وجلب الغنى للإنسان. لماذا؟ لأنك